السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع هذه الكرة تمريرة زكريا بن شاعة، تمريرة ذكية ذكية ذكية، هذه الكرة الهدف الأول، والهدف الأول من طمين أعتقد منذر. طمين منذر يفتتح باب التسجيل، تمريرة ذكية ذكية من بن شاعة، يمرر كرة بينية، طمين منذر يستلم هذه الكرة ويفتتح باب التسجيل في وقت قياسي للنادي الرياضي القسنطيني في هذه الدقيقة الرابعة. شوف زكريا بن شاعة يستلم هذه الكرة، التمريرة الصورة تبين انه ما فيش وضعية تسلل، طمين وجه لوجه يفتتح باب التسجيل. اذا بداية قوية مباشرة من طمين منذر وفريق النادي الرياضي القسنطيني، وتسجيل اول هدف في المباراة بهذه الطريقة وهذه الكيفية. يبحث عن الحل في العودة إلى الوراء إلى ثابت العربي، يستلم الكرة ثابت العربي، ربما التمرير، التوغل، التسديد، لا، مجموعة من اللاعبين، مجموعة من اللاعبين كيبري في المكان المناسب، يروض، يسدد، يسجل، يعدل. كيبري وضع نفسه في مكان متميز وممتاز بعد أن وجد الأبواب مغلقة أمامه في اللقطة التي سبقت، وضع نفسه في المكان المناسب ورد الرد السريع على النادي الرياضي القسنطيني. إذن هدف لهدف بين مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني بعد مرور 11 دقيقة. شوف كيبري روض، سدد، سجل، عدل النتيجة بوضعية مناسبة. صعبة جدا هذه الكرة على بوحلفاية زكريا، ربما جزء من المسؤولية تحمل الدفاع لأنه فيه مجموعة من اللاعبين، ربما حجبت الرؤية على بوحلفاية وما كانت كيبري من معادلة النتيجة. إذن الدقيقة 11 وإلى هذه الكرة الرأسية لبانغورا، القسنطيني. كرة مفاجئة من جانب النادي الرياضي القسنطيني، بانغورا استثمر كما يجب، سدد كما يجب، سجل واضاف الثاني لفريق مولودية الجزائر. بانغورا الوافد الجديد من البطولة الغينية من حافية كوناكري الغيني يبصم او يوقع هدف اول في اول مشاركة له. شوف التسديدة قوية دقيقة، وصعبة جدا على بوحلفاية، لا يمكن أن يتصرف مع هذه الكرة.